على أرض المملكة العربية السعودية بعد غياب طويل، أشعر في هذه اللحظة وكأني عدت من جديد إلى أهلي وأحبابي، أولاد عمي، أصدقائي في المملكة العربية السعودية. كسكان شلبت. شكرا للمملكة العربية السعودية التي جمعتنا من جديد. بعد لو فد مرة شايل العلم السعودي وراكض بيه وتهوس بالروح بالدم نفديك يا سلمان. ماكو هيك الواقع. مو بالله. استاذ سعدون، مو انت من الفنانين الرواد وهذا تزلق زحمه ويلي يقول لك، خصوصا انت العرب وشيوخ المملكه مطلعهم من كلب سابقا. داك أرض الحجاز ونجد الله أكبر، تمت جيوش الحقد الله أكبر، واللي يحكم الأجنبي الله أكبر. شنو قلت لي قبل شويه؟ شكرا للمملكة العربية السعودية. اسكت لا يروح يسمعك سعدون جابر ويرجع يسب المملكه من جديد. هسه احنا ما نريد ندور دفاتر عتيقه، بس انت كفنان لك مكانتك واسمك ووزنك وواقفه تطلع برا تظل تمجد بهاي الدوله وهيك المملكه، لان الفنان يوصل رساله فنه، مو يقعد يصبغ ويتقرب لفلان وعلان مثل ما كنت تمجد ببطل الحفره صدام. لو نسيت كيف تصف الأغاني الوطنية في أنظمة مستبدة، أنظمة شمولية؟ نحن لم نغني لنظام، غنينا لوطن، غنينا للعراق، فرفضت وجاءتني قوة لأن تأخذني إلى أبو غريب. وتعرفون هذا جاءت قوة إلى بيتي. لا أنا هاي أشهد بيها وأبصم لك بالعشرة أنه كل الأغاني اللي غنيتها للوطن ولانتصارات الجيش العراقي، ورغم كل الضغوطات اللي تعرضت لها وكم مرة شالوك من بيتك بطريق الفانيلة واللباس، بس أنت رفضت تخراس لأكبر واحد وظلت محافظة على حياديتك واستقلاليتك، وعمرك كله ما مجدت قائد. أنت العزيز اللي انتظرنا، صدام اسمه وعدنا محلى. أنت بعد هاي الأغنية اللي غناها جبر، صدام قال احنا العرب وهاي هم بس قل لي غير هالاغنيتين غنى صدام، اقول لك لا. فنن يا خاوة صدام، مرفوعة تظل أعلام. يعني هو غير ذن الثلاث اغاني ما راح تلقى سعدون جابر عن صدام. حي الله يا صدامنا، حي الله يا صدامنا، بعث لنا امجادنا، حي الله يا صدامنا، حي الله يا صدامنا. هي هاي المواقف اللي طيحت حظنا ونزلتنا ورجعتنا لاسفل السافلين. تلزم المطرب تلقاه يتغنى بنضال صدام القائد الاسطوري وشجاعته الفريده، تروح للشاعر تلقاه يمدح بخصال القائد ويصوره كانه واحد من القامات الشاهقه بتاريخنا وحضاراتنا، تروح للشعب تلقاه بس يصفق ويهوس، ترجع رجال الدين تلقاهم مسوين شجره نسب وينسبون القائد لاهل البيت رغم انه هو هندي، تعوفهم تروح للدعاة واصحاب المنابر عسى ولعله تستفاد تاخذ لك شيء منهم لصالح البلاد والعباد، تلقاها كل كلماتهم عباره عن احقاد وسموم وتحريض وفتن.